اهلا بيكم. انا دكتور الاء ودي 5 لصيامك. بتاخد فيتامينز طول رمضان ومش حاسس باي استفادة، اكيد بتعمل خطأ من ال5 اخطاء دول. بتشرب شاي او قهوة بعد الاكل مباشرة. القهوة والشاي بيقللوا امتصاص الحديد في الجسم فمش هتستفيد بيه. بتاخد فيتامين د مش بعد وجبة غنية بالدهون الصحية، برضو مش هتستفيد بفيتامين د لانه بيدوب في الدهون فمش هتستفيد بيه. نومك متلخبط، معنى كده ان فيه لخبطة في هرموناتك، ومادام فيه لخبطة في هرموناتك يبقى مفيش استفادة من العناصر الغذائية. مش بتشرب مية كفاية. الجفاف بيأثر على الجسم وبيخلي الفيتامينز والمعادن ما يحصل لهاش ذوبان. سحورك ضعيف جدا. لو انت داخل على الصيام من غير مخزون كويس، جسمك برضو مش هيستفيد من المكملات الغذائية. المكملات الغذائية مش بلبعة حبوب وأقراص على الفاضي، لا، لازم تاخدهم في وقت كويس وتبقى أكل كويس وشارب مية وتبعد عن القهوة والكافيين عشان تستفيد بيهم. في فرق بين انك تاخد حاجة وبين ان جسمك يستفيد منها. دمتم أصحاء. باي باي.